وسلم صلى السبحة أي النافلة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، رواه الإمام مسلم وأحمد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا جلس متربعا، أخرجه النسائي والبيهقي عن عائشة. وروى البيهقي عن حميد قال: رأيت أنس بن مالك يصلي متربعا على فراشه. قال الشوكاني: الحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود. فما دام صلى الله عليه وسلم قد صلى متربعا على فراشه، وقد مر بنا أنه يجوز لك أن تصلي النافلة جالسا، فلا تدع الوتر يا أخي، ولا تدع شيئا من الصلاة، ولو كنت على سريرك، لو كنت على سرير النوم ما يضيرك أن تتوضأ وتستقبل القبلة وأنت على فراشك وأنت على سريرك، وتجلس متربعا وتصلي ما كتب الله لك، ثم توتر وأنت متربع جالس. هل في هذا مشقة؟ لا والله، لكننا نعجب من العجز الذي يعجز به اللسان أن يتحرك بذكر الله، ويعجز البدن أن يركع وأن يسجد وأن يصلي ولو كان جالسا. ثم إذا جاء القيل والقال تكلم اللسان بما يزيد السيئات ويبدد الحسنات، وإذا جاءت مصالح بل ليست مصالح بل فيها من ضياع الأوقات ما فيها، رأيت الأبدان تلهث وتتحرك والعرق يتصبب، وإنك لتعجب ممن يدور على الملعب 5 مرات أو 7 مرات ولا يستطيع أن يصلي 5 ركعات أو 7 ركعات ليوتر بها. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.